بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الجمعة القادمة جمعها ورتبها لحضراتكم الدكتور صبري حسان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أبدع ما أوجد وأتقن ما صنع، وكل شيء لجبروته ذل ولعظمته خضع، سبحانه وبحمده في رحمته الرجاء وفي عفوه الطمع، وأثني عليه وأشكره، فكم من خير أفاض ومكروه دفع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى في مجده وتقدس، وفي خلقه تفرد وأبدع. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أفضل مقتدى به وأكمل متبع، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه الطيبين أهل الفضل والتقى والورع، والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وسلم يا رب تسليما كثيرا. سيكون بإذن الله لقاؤنا في 3 عناصر. العنصر الأول: طهروا صيامكم بإخراج زكاة الفطر. العنصر الثاني: زكاة الفطر تنقي الصيام وتجمله وتعطيك الأجر الجزيل. العنصر الثالث: الحكمة من زكاة الفطر. وسنبدأ بالعنصر الأول. أحبة الكرام، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، فرض في تمام هذا الشهر صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، صاعا من بر أو أقط أو تمر أو زبيب أو شعير. وأمر أن تؤدى قبل الصلاة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم وهم النهاية في المسابقة والفضائل يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين. فطهروا عباد الله، طهروا صيامكم بإخراجها رغبة في اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، واغتناما لأجرها العظيم، وحسنوها وكملوها، ولتكن من أطيب أموالكم الذي تجدون. يقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا تيمموا عباد الله الخبيث وهو الرديء منه تنفقون، فكيف ترضون لربكم ما ليس لأنفسكم ترضون. عباد الله، زكاة الفطر لها من المنافع والحكم والأسرار الكثير والكثير، لأنها تزيد من الثواب وتحط من الأوزار، ولا بد من اختيار الأجود فيها. وإن الله جل وعلا قد أوقف عليها الفلاح، أي فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الفرائض العظيمة لعظيم ما تحتوي عليه من الإصلاح والصلاح، فهي من أجل القرب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن أفضل ما حض عليه سيد المرسلين. وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وجبر لما حصل في الصيام من النقص، وكفارة أي كفارة لما حدث في الصيام من لغو ورفث. وهي عباد الله من جملة شكر الله أو شكر نعمة الله وبالتوفيق لصيام رمضان، وتزكية للنفوس من الأخلاق الرذيلة، وتحلية لها بالأخلاق الفاضلة الجميلة. وفيها عباد الله إغناء للفقراء في ذلك اليوم الكريم الذي يتكرر على المسلمين بالخير والسرور والفضل العظيم. وهي شكر لله لنعمه سبحانه وتعالى بسلامة الأديان والأبدان، وفداء وكفارة للصائمين. أيها المؤمنون، اعلموا أنه يشرع لنا في ختام شهرنا 3 أمور، هي زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد. فأما زكاة الفطر فهي فرض عين على كل مسلم، صغيرا كان أم كبيرا، ذكرا كان أم أنثى، عبدا كان أم حرا. فعن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
متفق عليه. فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ويخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين كالزوجة والولد، والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا لأنهم مخاطبون بها أصلا. وأما الحمل فلا يجب إخراجها عنه، أي المرأة الحامل، وإن أخرجها فهو حسن، أي يجوز أن يفعل ذلك، فهذا من تمام الخير. عباد الله، إن جنس زكاة الفطر هو طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: كان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، ويدفعها مخرجها إلى فقراء ومساكين البلد الذي هو فيه وقت إخراجها، ولو لم يكن بلده، فإذا كان لا يعرف المستحقين فيه جاز أن يخرجها إلى مكان يعرف فيه من يستحقها. وكذا يجوز أن يخرجها من بلده إلى بلد هو أشد حاجة أو أعظم فقرا. وتجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فيشرع إخراجها حينئذ، والأفضل أن تخرج ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. ومن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه زكاة، بل هي صدقة من الصدقات. قال ابن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه الإمام أبو داود وغيره. أما من أخرها بعذر فإنه معذور في هذه الحال، وله أن يؤديها بعد صلاة العيد. أحبة الكرام، ننتقل بحضراتكم العنصر الثاني: زكاة الفطر تنقي الصيام تجمله وتعطيك الأجر الجزيل. أحبة الكرام، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أيام استقبلنا ضيفنا، وها نحن بعد أيام قلائل نودعه. عزم على الرحيل وأذن بالفراق وطوى الصحائف وأغلق السجلات، وبيننا وبين رمضان الآخر ظهر طويل يعلمه الله تبارك وتعالى. رحل بما عمل فيه من أعمال. نسأل الله تعالى أن يكون شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعلنا فيه من المقبولين ولا يردنا خائبين، ونسأله تعالى أن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمانا مديدة، ونحن في صحة وعافية وسلامة وإسلام وأمن وأمان. إن أعمارنا كأيام رمضان استقبلناها قبل أيام، ونودعه هذه الأيام، وأنت كذلك وأنا كذلك. بدأت أعمارنا وسنودع في يوم من الأيام، وسنودع في يوم من الأيام. إن في ذلك لعبرة لأهل العقول، لأهل الأفهام، لمن يعرف الدنيا سيذهب الجميع كما ذهبت أيام رمضان. التاجر سيذهب، الفقير سيذهب، الغني سيذهب، كلنا سيذهب، كما يقول الشاعر: كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. عباد الله، هذا شهر رمضان قد تقارب تمامه، وأوشك رحيل لياليه الفاضلة وأيامه، فمن كان منا محسنا فيه فعليه بالإكمال والإتمام، ومن كان مقصرا فليختمه بالتوبة والاستدراك والرجوع إلى الله، فالعمل بالختام. العمل بالختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الخطبة الثانية: الحمد لله على إحسانه، والشكر له على عظم نعمه وامتنانه،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ننتقل بحضراتكم العنصر الثالث، الحكمة من زكاة الفطر. عباد الله، يجوز توزيع الفطرة الواحدة على أكثر من فقير، ويجوز إعطاء الفقير الواحد أكثر من فطرة، ويجوز أن توضع أكثر من فطرة في إناء واحد يعطى منها الفقير بلا كيل معلوم. وأما الحكمة من زكاة الفطر فهي التعبد لله والاتباع للنبي، وطهرة للصائم من اللغو والرفث، كما أنها طعمة للمساكين وسد لجوعتهم، وفيها إظهار لشكر الله بإتمام الصيام والقيام وما تيسر من الأعمال الصالحة في شهر الصيام. عباد الله، من فهم ما في زكاة الفطر من المنافع والحكم والأسرار وما توجبه من الثواب وتحطه من الأوزار لم يتوقف في اختيار الأجود فيها، ولم يطع الشح في العدول إلى الرد، فإن الله جل وعلا قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فاتقوا الله عباد الله حق التقى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أكثر أموال من حضر وأولادهم، وأطل على الخير أعمارهم، وأدخلهم الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.